هل مرة سألت نفسك إيه هي السعادة بالظبط؟ هل هي شعور غامض بيجي وبيذهب صدفة؟ ولا شيء يمكن فهمه بل وحتى صناعته؟ طب لو أخبرتك إن السعادة مش مجرد فكرة فلسفية، دي أيضا عملية كيميائية بتحدث داخل دماغك أولا، ولو قلتلك إنك بتملك القدرة على تحفيز الكيمياء دي بنفسك في أي وقت وكيفما تشاء. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة صوت جوايا، المكان اللي بنلهم فيه بعض وبنشارك فيه الأفكار. النهاردة هنقوم برحلة مذهلة داخل الدماغ البشري عشان نكتشف أسرار السعادة، وهنتعرف على رباعي السعادة، 4 هرمونات رئيسية مسؤولة عن شعورنا بالرضا والفرح، وهنتعلم إزاي نضغط على الأزرار الصحيحة عشان نفعل السعادة. استعدوا عشان دماغتكم هيتم اختراقها. هرمونات أو نواقل السعادة، هنتكلم النهاردة عن 4 منهم. أول واحد الدوبامين، هرمون المكافأة. السيروتونين، هرمون الثقة. الأوكسيتوسين، هرمون الحب. والإندروفين، مسكن الألم الطبيعي. هرمون المكافأة ده الهرمون اللي بيخليك تشعر بالحماس، الإنجاز، دايما مرتبط بالتحفيز والسعي وراء أهداف. لو بتعمل قائمة كل يوم لمهام اليوم النهاردة، طبعا بتشعر بالرضا كبير لما تيجي تشطب حاجة من مهمة خلصت من القائمة دي. هو ده هرمون المكافأة اللي بيقولك عمل رائع، استمر. طيب هرمون الثقة، هرمون الثقة ده قائد الفريق، بيرتبط بالانتماء، الفخر، الاحترام من الآخرين، الرضا عن مكانتك داخل مجموعة أصدقاء أو العيلة. نقصه بيرتبط طبعا بالقلق والاكتئاب. طيب هرمون الحب بيطلق عليه أيضا هرمون العناق، المسؤول عن مشاعر الارتباط والثقة والألفة. بيشتغل بسرعة الصاروخ لما يحصل عناق جسدي بينك وبين صديق مثلا، أو لو قضيت وقت ممتع مع الأصدقاء والعيلة، أو حتى لو دعبت حيوان أليف عندك. طيب هرمون اللي بيطلق عليه مسكن الألم الطبيعي، يعتبر الضحك أقوى محفز لي. إزاي نفعل هرمونات السعادة دي؟ الجميل في علم الأعصاب طبعا إنه بيقدم لنا خطوات لتفعيل كل هرمون. فأنا هحاول معاك أقولك دليل بسيط عشان تفعل كل هرمون من الهرمونات دي. عشان تفعل هرمون المكافأة، قسم أهدافك الكبيرة لأهداف صغيرة. فبدل ما تقول هنضف الشقة كلها، قول هنضف المطبخ. بدل ما تقول هقرأ كتاب كامل، قول هقرأ فصل من الكتاب. أول ما تحقق جزء صغير أنت قلت إن هو هدف بالنسبة لك، ده معناه إن في جرعة من هرمون المكافأة بدأت تشتغل في دماغك، وفي جزء من السعادة بدأت تشعر بيه. كمان احتفل بأي انتصار صغير، يعني خلصت فصل من الرواية أو من الكتاب، احتفل بالانتصار ده، ما تنتظرش أبدا الهدف النهائي. كمان تجربة شيء جديد أو استماع لبودكاست جديد بيحفز هرمون المكافأة ده في دماغك. طيب إزاي نحفز هرمون الثقة؟ خصص دقيقة واقعد اكتب الإنجازات اللي اتغلبت عليها، تحديات قابلتها وحققت من وراها إنجازات. ده طبعا بيحسسك بالقيمة الذاتية الكبيرة، ومعناها تفعيل هرمون الثقة. 15 دقيقة بس تحت أشعة الشمس هتساعد جسمك على إنتاج فيتامين د، اللي بيلعب دور مهم جدا في إنتاج هرمون الثقة. تالت حاجة الامتنان، دي حاجة أنا شخصيا بعملها. كل يوم اكتب 3 حاجات حصلت في اليوم النهاردة تحسسك بالامتنان،
أو 3 أشخاص موجودين في حياتك محسسينك بالامتنان. الامتنان بيخليك تركز على الوفرة، ومعناها تفعيل هرمون الثقة. هرمون الحب، احضن شخص بتهتم لأمره، ويا سلام لو كان طفل، لمدة 20 ثانية على الأقل. قدم هدية لشخص تاني، مش مهم تكون غالية، المهم تقديم هدية هيعزز الروابط، وطبعا هيطلق هرمون الحب. تواصل بصريا، لما تتكلم مع حد بص في عينيه، ده هيبني ثقة كبيرة، وطبعا هيعزز هرمون الحب. طيب الهرمون الأخير اللي بيطلق عليه مسكن عام أو مسكن الألم، إزاي نفعله؟ أول حاجة نضحك بصوت عالي. تاني حاجة رياضة حتى لو خفيفة، مش جري كتير، لكن أي تمارين خفيفة أو مشي سريع قادر إن هو يفرز الهرمون ده. تالت حاجة نستخدم زيوت عطرية زي اللافندر. قد إيه ده بيساعد على الاسترخاء. فالنهاردة احنا شفنا إن السعادة مش وجهة رايحين لها، بل هي رحلة من الخيارات الصغيرة اللي ممكن تبقى موجودة كل يوم. كل مهمة بننجزها، كل لحظة امتنان، كل عناق، كل ضحكة، هي بمثابة رسالة بتقول فيها لدماغك أنا بخير، أنا سعيد، الحمد لله. اختار هرمون واحد بس الأسبوع ده، وركز على تفعيله، ولاحظ الفرق في شعورك، واكتب لي في التعليقات. شكرا لاستماعكم حلقة النهاردة، ولحد ما نتقابل الحلقة الجاية، خلي صوتك جوايا يقودك نحو تفعيل هرمون جديد كل أسبوع. دمتم بخير.